أعزائي المشاهدين في كل مكان، وحشتوني جدا. النهارده جايين في دورة رمضانية اسكندرانية مع أكبر أكاديميات في اسكندرية. تعالوا بينا نتعرف على كابتن محمد أبو سيف، لاعب النادي الأهلي السابق والمدير الفني لجولدن جيم. مساء الخير يا كابتن محمد. نور، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. عايزينك بس تعرف نفسك للجمهور. كابتن محمد ابو سيف، لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب منتخب مصر الشباب. كابتن محمد، ايه دور الاكاديميات في اسكندريه في رفعه كره القدم وتدريب الولاد من سن صغير؟ مبدئيا اولا يعني الاكاديميات قايمه في مصر، المفروض ان هي تبقى رقم واحد، ان هي تودي اللعيبه للانديه، ده رقم واحد. الاستثماري بيبقى معروف واللي بيودي بيبقى معروف، يعني معروف مين اللي في اسكندريه، مين اللي بيودي انديه، ومين اللي مش معروف ان هو بيشتغل كده عشان الفلوس والماده وخلاص. فرقم واحد انا بالنسبه لي النجاح كله ان انا كل سنه ولا حاجه اودي لي وردين ثلاثه، ده اهم نجاح عندي. كابتن محمد، انا شايفه ان الولاد اكترهم سنهم صغير جدا، يعني لا يتعدى 6 سنين. هو من 2016 ل 15 بنبتدي من الدوره الرمضانيه. بس هو الفكره بس ان الولد يتعود بس فكره المنافسه بس مش اكتر. لكن انا بقول للولاد اختاروا عادي والعبوا زي ما انتم عايزين، وتمتعوا نفسكم ومتعوا الناس ومتعوا اهاليكم. وبكلم اولياء الامور، ما حدش يضغط على الولاد خالص. بكسب بخسر ما فيش مشكله خالص، عادي خالص. الموضوع كله يعني كروي اكتر ما هو مكسب وخساره يعني. كابتن محمد، كلاعب لنادي الاهلي السابق ومدرب حاليا، ايه اللي استفدته من التعامل مع الولاد من السن الصغير للسن الكبير، وايه اللي انت شايفه فيهم؟ بصي، النادي الاهلي هو اللي الفضل عليا، وهو صاحب الفضل عليا اولا واخيرا. طبعا انا زي ما انا اتربيت في النادي الاهلي انا بعامل الولاد بالظبط، يعني انا اتربيت ان انا اكون ملتزم خلقيا بره الملعب وجوه الملعب، نوم، اكل، دي اهم من اللي انا اصلا اهم من الملعب نفسه. الحاجات اللي هي بره الملعب هي اللي بتخلي لاعب الكوره يكمل، زي محمد صلاح، زي النني ده كان معايا في الاستراحه، معايا في النادي، تريزيجيه معايا في النادي الاهلي، مؤمن زكريا، كل دول صحابي. فاللي بيوصل فعلا هو اللي ملتزم خارج الملعب. جوه الملعب بقى المدرب ليه دور في الخططي وفي المهاري وفي الكلام ده كله. في السن الصغير يعني اول حاجه خططي وذهني، يعني قصدي مهاري وذهني. كابتن محمد، شايف نفسك فين في التدريب بعد سنتين؟ والله باذن الله النادي الاهلي، باذن الله يعني عندي طموح ان شاء الله ان انا امرن في بيتي وفي مكاني. النادي الاهلي ابقى في القطاع ان شاء الله. يعني انا كنت مترشح السنه اللي فاتت بس ما حصلش يعني النصيب السنه دي، فان شاء الله السنه الجايه واللي بعديها باذن الله ان شاء الله هكون هناك في القطاع باذن الله يعني. ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق. وحابه اتعرف على بعض الكوادر من الولاد والنماذج المهمه عندك. تمام ماشي، هجيب لحضرتك. ماشي، ميرسي جدا يا فندم. خليك، ربنا يخليك، شكرا. ومعانا لقاء مهم مع مدير مركز شباب المنتزه، استاذ ايهاب. حابين نتعرف على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايهاب فوزي، مدير مركز شباب المنتزه، موظف تبع مديريه الشباب والرياضه. استاذ ايهاب، حابه ان انت تحكي لي عن تجربه نادي المنتزه وازاي انشئ والصعوبات اللي انتوا اتحدثوها عشان تعملوا المركز دوت. المركز كان عباره عن جنينه مهمله تبع حي المنتزه، كانت بتمارس فيها كل انواع الموبقات، والحمد لله بفضل تعاون الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزاره ومدير المديريه مع النائب ابو العباس فرحات، اللي سعوا بكل جهدهم لانشاء المركز في المنطقه دي للنهوض بمستوى اهل المنطقه. والحمد لله تم عمل جميع الاجراءات اللازمه لذلك. الدكتوره صفاء والسيد الوزير اشرف صبحي والسيد المحافظ والنائب ابو العباس كلهم تكاتفوا من اجل النهوض بمستوى المنطقه، والحمد لله تم انشاء المركز. طب ايه الصعوبات اللي هي واجهتكم وساعدكم فيها؟ انا عارفه ان اللواء محمد شريف اصدر قرارات هو والاستاذه صفاء بان هي يذللوا لكم العقبات دي. هو الحمد لله كان كل عقبه بتقابلنا بنتجه للدكتوره صفاء على طول، وما كانش ما كانش فيه عقبات كتير يعني الحمد لله. هي مجرد الوقت بتاع الانشاءات بس، والحمد لله تم اختصاره يعني، والسيد الوزير تم تخصيص الموارد الماليه اللازمه لذلك، وكان في اسرع وقت تم انشاء المركز. هي كان في الاول في صعوبات في الانشاءات لان الروتينيات طبعا والمقاولين والحاجات دي كلها، بس الحمد لله رب العالمين تم تذليل الموقف
بتكاتف الدكتوره صفاء الشريف مع السيد الوزير، والحمد لله رب العالمين تم انشاء المركز في اسرع وقت. طيب، انا شايفه ان في عندك ولاد ما شاء الله من سن صغير جدا للسن الكبير ومهارات عاليه جدا. هل هم فعلا دول ولاد المركز؟ طبعا المركز ده دول اولاد من حوالين المركز، بيسكنوا في حته اسمها مساكن العبور. فطبعا احنا عاملين المركز من اجل النهوض بالمنطقه كلها، فجبنا الولاد دي وبنعلمهم سلوكيا ورياضيا واخلاقيا، وبنديهم دروس توعيه دينيه، وبنديهم دروس توعيه في علم النفس وكيفيه التعامل مع الاخر وكيفيه التعامل مع مدرسين في المدرسه. والحمد لله رب العالمين في تقدم من مستوى لاحسن ان شاء الله رب العالمين. ربنا يوفقنا معاهم. حتى الكبير بقى يبتدي يتاقلم مع الناس، لان شايف ان الناس كلها ايد واحده للنهوض بالمركز، واحنا ماشيين على خطه صح وخطه ثابته. فبالتعاون مع الدكتوره صفاء برضو الحمد لله قدرنا نعمل مستوى تاني من الناس، وقدرنا نعمل عن طريق التوعيه، عن طريق الازهر الشريف، عن طريق اداره الرياضه، عن طريق اداره اعداد القاده، عن طريق اداره التخطيط في فرع المنتزه. كل من هو مشارك في العمليه انا بشكره، وما زال العمل مستمر، وان شاء الله هتشوفوا مركز المنتزه في حته تانيه خالص ان شاء الله مستقبلا. طيب، هل يا ترى في حاجات تانية انتوا بتنشئوها في مركز المنتزه؟ ان شاء الله رب العالمين. احنا فاضل لنا المبنى الاداري، والدكتوره صفاء وعدتنا انه في اقرب وقت هيتعمل عشان الصالات بتاعه الانشطه، لان احنا بنمارس الصالات في الهواء الطلق، بنمارس الانشطه في الهواء الطلق. وفي الارض المجاوره للمركز ان شاء الله الدكتوره صفاء بتسعى مع محافظ اسكندريه ان تضموها للمركز للنهوض بالمنطقه، برضو انشاء حمام سباحه، انشاء جيمانيزيوم، وانشاء خدمات اخرى للمنطقه كلها، بحيث ان احنا ان شاء الله رب العالمين المنطقه دي هتتنقل في مستوى تاني بفضل جهود وزاره الشباب. استاذ ايهاب، انا سعيده بجد ان انا كنت معاك، وعايزه اتكلم بقى عن مبادره جولدن جيمز، وعايزه اعرف ايه اهداف الدوره الرمضانيه اللي انتوا عملتوها. احنا بنعمل دوره رمضانيه بحيث ان احنا نجمع كل الشباب الموجود في المنطقه لممارسه الرياضه، لان الرياضه طبعا انت حضرتك عارفه انها بتنهي عن حاجات كتير جدا. يعني مثلا بدل ما بيتجهوا يعني المنطقه، انا زي ما انا قلت في الاول كانت الجنينه دي يعني كانت فيها الموبقات كلها، فانا عايز اخد الشباب ده كله واخليه للرياضه، لان انت حضرتك عارفه اللي بيمارس الرياضه ما بيعملش حاجه تانية غير الرياضه وبيخاف على نفسه. فان شاء الله رب الدوره الرمضانيه دي بدايه لتجمع شباب المنطقه كلها بالكامل لممارسه الرياضه على طول. وانا هطلع من دوره تخش في دوره عشان اشغل الشباب دي بالرياضه، هتبقى دراسه ورياضه ان شاء الله. طيب، مين من الكباتن والكوادر اللي بيساعدوك في الحاجات دي؟ انا بشكر من كل قلبي الكابتن الثعلبي الصغير، ودي مش حاجه جديده عليه لان هي عيله رياضيه كلها. هو واقف معايا وبيساعدني، وهو جايبني في جولدن جيم عشان اعمل لقاءات معاه، طبعا عشان جولدن جيم مستوى اول وانا بنهض بالولاد بتاعي، فهو شايف ان انا بعمل مجهود فحب يساعدني ويوصلني للنقطه اللي انا عايزها. فانا بشكره جامد جدا جدا جدا، وبشكر الكابتن محمد خالد، وبشكر الكابتن عبد الله اللي هو واقف معايا في المدرسه الكره الصغيرين، وبشكر رئيس مجلس الاداره الاستاذ المهندس محمد مصطفى اللي هو سامح لي وعطيني الفرصه كلها ان انا اتخذ قرارات من شانها رفع مستوى اللاعبين عندي في المركز. حابه اتعرف على بعض النماذج من عندك، من الولاد الصغيرين. حابه اشوف السن الصغير وازاي هم قادرين يستوعبوا ان يعني ايه مباراه ويعني ايه التزام بمواعيد، وحابه اشوف الكلام دوت. ممكن يا فندم. كابتن احمد مواليد 2014 بيلعب راس حربه، فهو مفهمينه ان في مواعيد يحافظ عليها وراس الحربه مهامه ايه، ويعرف مع حضرتك هو هيشرح لك كابتن احمد، حابه اتعرف عليك الاول. انا اسمي احمد ايهاب. احمد ايه؟ ايهاب. كابتن احمد، بتلعب مركزك ايه؟ راس حربه. انت فعلا عندك التزام للمواعيد وفي تدريبات وفي معسكرات وكده، كل دوت بيحصل في مركز شباب المنتزه؟ طيب، استفدت ايه في تجربتك في الدوره الرمضانيه في جولدن جيم؟
استفدت ان احنا لازم نتعود على اللي احنا مش مهم نتعود المكسب والخسارة واي حاجة نرضى بيها. طيب تحب تقول لي مين شكرا ان هو وصلك للالتزام دوت وان انت تقدر تكون لاعب ومهاري بالشكل ده؟ بابا. لبابا. وطيب الكابتن بتاعك اسمه ايه؟ كابتن عندي كابتن عمر وكابتن نرمين وكابتن عماد. احمد، انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاك وعايزه بس اسالك انت حابب تكون زي مين؟ كريستيانو. كريستيانو. انا طبعا بتمنى اشوفك اكتر كمان من كريستيانو، وحابه ان انا اجي اعمل معاك، هتخليني اعمل معاك صح لقاء لما تكون زي كريستيانو؟ موافق يعني؟ ميرسي جدا يا كابتن. معانا نموذج تاني من ولادنا، ولاد شباب مركز المنتزه. الولاد بجد يعني نفتخر بيهم رغم سنهم الصغيرين، لكن لبقين جدا، جمال قوي. عايزاكم تسمعوا منهم. نتعرف عليك. أنا اسمي يحيى. اسمك ايه؟ اسمي يحيى رامي. ايه؟ اسمي يحيى رامي. يحيى رامي. يحيى بتلعب مركز ايه؟ منتزه. منتزه. ايوه، بتلعب ايه بقى في الملعب؟ خط ايه؟ مركزك ايه في الملعب؟ وسط. طيب يحيى، انت بقالك قد ايه؟ شهرين. شهرين. طيب انا مبسوطه قوي دي انت كنت معايا، وانا عايزه اسالك انت حابب تكون زي مين؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. احنا ممكن نتعرف على ماما؟ ممكن ننادي مامي ونتعرف عليها؟ اهلا وسهلا بيكي. ازيك، عامله ايه مامة يحيى؟ حابين نتعرف على رحلتك مع يحيى وازاي جبتيه مركز شباب المنتزه. انا والله لقيت ان في فرصه كويسه جدا، والمركز فعلا بدا يعني اسمه يكبر، فقلت لا انا لازم هو كمان يشترك فيه، وانا عارفه ان من خلال مشاركته في المركز هيبقى الموضوع افضل بالنسبه له، وان هو هيبتدي يكبر فيه ويتعلم حاجات كويسه، ولقيتهم كلهم متعاونين وكل الكابتنز كويسين، خصوصا كابتن ايهاب، كابتن عصام، كابتن عماد، كلهم ناس محترمين جدا وبيشجعوا الولاد بشتى الطرق، بيحفزوهم دايما، فعلا محترمين يعني ومتعاونين جدا. مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا معانا، ويا رب اشوفكم دايما على خير ومكمله معاكم. انا ابتديت وكتبت عن المركز من الاول ومكمله ان شاء الله لغايه ما اشوفه من احسن المراكز في اسكندريه. ميرسي جدا وميرسي على لقائك الحلو ده. لحضرتك ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. اتعرف بيه؟ حسيني. يوسف الحسيني. يوسف الحسيني. يوسف، عندك كام سنه؟ 10. يوسف، انت بقالك قد ايه بتتدرب على الكره؟ بتاع 3 سنين. 3 سنين. يوسف، انت استفدت ايه من تجربتك في المركز؟ ان انا ابان يعني وابقى حلو وابقى مع حضرتك يعني وابقى حلو. طيب يوسف، حابب تكون زي مين؟ حضري، عصام الحضري. انت عارف ان انت اول حد تقولي كده؟ كلهم عمالين بقى يقولوا اسمه ايه؟ نوير. لا نوير. كلهم عمالين يقولوا لي كده. الحضري مثل الاعلى. الحضري مثل الاعلى. انا مبسوطه جدا ان انت قلت كده، مبسوطه ان انا كنت معاك النهارده. حابب تقول شكرا لمين؟ لابويا وامي واخويا محمد. طيب انت معاك مامي النهارده؟ ممكن اتعرف على ماما؟ اهلا وسهلا. حضرتك اهلا بيكي. حابه اتعرف على حضرتك. ايمان سعيد. حضرتك والده يوسف، والده يوسف ومحمد وادم. طيب تجربتك ايه في المركز بتاع شباب نادي المنتزه؟ لا بصي، بصراحه انا كنت في نوادي بره كتير، بس اللي شفته في المركز ده وبالاخص من استاذ ايهاب انا ما شفتهوش في مكان تاني. الاهتمام بصراحه للاسلوب، المعامله كويسه جدا، زائد اكتر حاجه التشجيع منهم بصراحه. واستاذ ايهاب بيبذل مجهود فظيع مع الاولاد بصراحه، احنا على قد ما نقدر بنحاول نساعده يعني، لانه كله راجع لاولادنا في الاخر، بس بصراحه الفضل بعد ربنا الاستاذ ايهاب بصراحه يعني. انا شايفه ان الولاد بجد مستواهم حلو جدا. يوسف كمان كلهم بيشكروا فيه، بيشكروا في مهاراته. حابه يعني
اعرف انت الدورات الرمضانيه دي هل هي فادتهم فعلا؟ كتير كتير، رغم انه كنت رافضه الموضوع الاول، بس لما شفت ده بعيني لما جيت المره اللي فاتت، لا بصراحه فادتهم كتير. اقل حاجه وريتهم وشوش جديده، حب المنافسه ده طبعا ده اساسي، حفزتهم اكتر ان هم يبقوا احسن. مبسوطه جدا ان حضرتك كنت معايا، وبتمنى لاولادك كلهم التوفيق وتشوفيهم من احسن الناس. وميرسي جدا، ميرسي قوي ان انت كنت معايا. ليكي يا قلبي، شكرا ليكي حبيبه قلبي، شكرا. حبيبي اسمك ايه؟ عمر. عمر ايه؟ عمر إبراهيم. عمر مركزك ايه؟ ناحية اليمين. بتلعب ايه؟ ناحية اليمين. انت مين علمك تلعب كوره؟ كابتن محمد. كابتن محمد ابو سيف. انت بقالك كام سنه بتلعب معاه؟ كتير. بقالك كتير؟ عندك كام سنه؟ 6. حابب تطلع زي مين؟ كابتن محمد. طيب تقول لي مين شكرا عشان هو جابك هنا وعلمك كرة القدم؟ نقول لي مين شكرا؟ مامي وبابي. انا مبسوطة قوي ان انت كنت معايا النهاردة، وعايزة اشوفك في نادي كبير واعمل معاك حديث وانت لاعب كبير جدا. ينفع؟ ميرسي جدا يا عمر، وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاك. معانا نموذج تاني حابين نتعرف عليه. ازيك كابتن، عامل ايه؟ كويس. اسمك ايه؟ مروان. مروان ايه؟ مروان محمد. كابتن مروان، بتلعب مركز ايه؟ أنكولا. طيب كابتن مروان، مين اللي خلاك تحب كرة القدم؟ مامتي وبابايا. طيب مين اللي بيدربك؟ كابتن محمد. مروان حابب تكون زي مين؟ دياجو مارادونا. مروان انت عندك كام سنة؟ 7.5. 7.5 بس. انت شاطر؟ انا شفتك وانت بتلعب كنت جميل. شكرا حبيبي، ميرسي جدا، ومبسوطه قوي ان انا كنت معاك. اشوفك كده ان شاء الله زي مارادونا، واشوفك كده لاعب كبير قوي قوي قوي. شكرا ليك يا حبيبي. عفو. اسمك ايه؟ نور. نور ايه؟ نور الدين. نور الدين ايه؟ أحمد محمد سالم. نور عندك كام سنه؟ 8. نور مركزك ايه؟ نادي الشباب المنتزه بلعب فيه. طيب وبتلعب فين؟ خدت ايه؟ خدت باك شمال وباك يمين، واقف في الخط الوسط، واقف واعمل باص ووش الرجل وبطن الرجل وباسفل القدم. يعني نور انت جوكر بقى؟ لا. جوكر بتلعب في اي مكان؟ اي. طيب نور، انت مين اللي علمك تلعب كوره، ومين اللي حببك فيها؟ مامي طبعا. مامي؟ طب احنا نتكلم مع مامي يعني ولا نتكلم معاك انت؟ طيب انت حابب تكون زي مين؟ زي محمد صلاح. طيب ممكن نتكلم مع ماما؟ نستأذنك بس. برحب بيكي، مبسوطة جدا طبعا بوجود نور معايا. عايزة أعرف رحلتك اللي أنت توصلي نور لهنا، وهل فعلا استفدتي من تجربتك في مركز شباب المنتزه؟ بصي والله احنا لنا الشرف ان احنا في مركز شباب المنتزه بصراحه، يعني هم مش مركز بس، هم مدرسه، يعني ما فيش عيل بيطلع من عندهم لازم اداب، مش هي تدريبات بس، لا ما فيش عيل بيقول، ما فيش كابتن بيقول اي حاجه مش كويسه، تعديل سلوكيات برضو معاهم كويسين جدا جدا، لا في تحسن كتير من ساعه ما كابتن ايهاب بصراحه في المركز، والمركز مهتم بيهم جدا جدا. بالنسبه للدورات الرمضانيه افادتهم كتير جدا جدا يعني. انت الدورات الرمضانيه هنا بس في الجولدز جيم ولا في مكان تاني، بتروحوا اماكن تانية؟ لا هم بيجوا هناك يلعبوا معانا في ارض الملعب بتاعنا، واحنا بنطلع بره، يعني هم برضو بيجوا هناك مش هنا بس. انا عايزه اقول لك ان انا كنت من اوائل اللي كتبوا عن المركز، ومن اول ما ابتدى، وفعلا شفت المراحل وشفت قد ايه عدى. هل فعلا كان في تخيلك ان المركز يوصل لكده؟
بس هم بدايه بصراحه هم اجتهدوا كتير، يعني صراحه الكباتن كلها اجتهدت معانا جدا. كفايه ان هم كمان بيسمعوا لاي حاجه احنا مش حابينها بتتغير، هم بيشوفوا الصالح لاولادنا. في البدايه المركز ما كانش كده، بس بصراحه عيالنا اتحسنت كتير، يعني اولادنا ما شاء الله اتحسنت كتير والمركز اتحسن كتير ان شاء الله. في تقدم كتير، يعني لسه احنا العيال يعني ما شاء الله اتحسنت بسرعه جدا. مامة نور حابه، يعني انت حابه نور يكون زي مين؟ هو بيقول نفسه يكون محمد صلاح واحنا بنشجعه على كده بصراحه يعني. ان شاء الله تشوفيه احسن من محمد صلاح. ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، بجد فخوره بيكم كلكم. نماذج من الامهات اللي بتحاول علشان توصل ولادها وتمنعهم من حاجات كتير. انا مبسوطه بجد ان انا معاكم. متشكره جدا على لقائك الجميل دوت، وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. حبيبتي الشرف لينا كله والله، احنا مبسوطين ان حضرتك كانت معانا، مبسوطين جدا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. عايزه اوريكم بقى عيله رياضيه كامله، 2 توأم ومغني بتاعنا، هو لاعب كوره ومغني وطول الباص بيغني ومبسوط جدا. هنتعرف عليه الاول. ازيك كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ زياد. زياد، انت بتلعب خط مركز ايه؟ مركز شباب محبت. طيب انت بتلعب في الملعب خط مركز ايه؟ مركز كورة. مركز الكوره. بتقف فين؟ بقف في الملعب. بتقف في الملعب. تعرف تشوط الكوره؟ اه. طب انت حابب تكون زي مين؟ عايز تطلع زي مين؟ انا محمد صلاح. محمد صلاح. طب مش احنا كنا بنغني في الباص؟ طب ممكن نغني، تقولي ايه؟ تغني لي ايه؟ انا عطشان الجوحة، انا عطشان الجوحة، انا عطشان الجوحة جوحة، انا عطشان. طب غني الاغنيه الثانيه كنا بنغنيها في الباص. البحر سمكة بتزقي سمكة، عالشط واقف صياد وشبكة. او انا ممكن اخد بوسه كبيره قد كده ولا حاجه كبير؟ حاجه كبير. انا مبسوطه قوي قوي قوي. انت احلى حاجه في اللقاء ده، احلى حاجه شفتها في الدنيا النهارده، تعرف كده؟ وانا بحبك قوي. وانا كمان. I love you. I love you too. زي ما انتم شايفين قمة البراءة وقمة الجمال، يعني اللي هو بيخرجك من مود لمود تاني. مبسوط. طبعا احنا واقفين في وسط الملعب، في وسط الماتش، يعني المباراة شغالة واحنا واقفين فيها. حابين نتعرف على العيلة الكروية ديت. مامة زياد محمد امين. مامة زياد، ايه اللي بيخليكي تبتدي بسن صغير كده؟ عشان اولا الكوره دايما تاخد من السن الصغير وهو حابب الهوايه، طالما هو حابب حبيت ان انا اشجعه. انت باديه معاه بحيث ان هو يكون حابب الكره. يعني انا قلت يعني ابدا اهله اعرف هو حابب ايه من انواع الرياضه. الاول جربت معاه الجمباز لقيته مش متقبلها، لما جبته مره في الملعب لقيت حب الموضوع وبقيت بدا يندمج، فقلت اكمل بقى ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق وميرسي جدا. طبعا مامتك حابه اتعرف عليها. مدام مديحه. طب مديحه، عايزاكي تقولي لي انت مع مامه زياد على طول؟ طبعا انا من وهي صغيره وانا برافقها لحد ما خلصت الجامعه وانا معاها، يعني دروس وهي مكمله مع اولادها هي مكمله مع اولادها نفس السير اللي انا بدات معاهم فيه، لان انا حرم ضابط. مبسوطه جدا. يعني بس الالتزام عندنا ده شيء مهم جدا. الرياضه دي حاجه موجوده في العيله كلها، مش زياد مش اول واحد. خاله كده وولاد خاله برضو طالعين نفس المبدا برضو معانا في نفس النمط اللي احنا ماشيين عليه. وباباهم برضو رياضي وجدهم كمان نفسه رياضي لانه كان ضابط. مش عارفه بقى طبعا ضابط يعني ايه في الرياضه. طبعا اكيد طبعا. مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، وبجد انا اللي طلبت اللقاء دوت. ميرسي جدا ميرسي جدا، اتشرفت بيكم. كتر خيركم. شكرا يا حبيبتي. شكرا. كابتن نتعرف عليك. انا اسمي محمد وعندي
8 سنين. محمد مركزك ايه؟ انا مركزي فرود. محمد مين اللي حببك في كرة القدم؟ صاحبي مالك، امي. طيب مين انت حابب تكون زي مين؟ محمد صلاح ورونالدو. طيب انت شايف ان انت اتقدمت لما جيت هنا الاكاديميه والدوره الرمضانيه دي انت استفدت منها؟ استفدت منها كتير. ان انا يبقى عندي مثلا انا شوط الكرة عدل، ويبقى عندي مثلا انا اقدر اجري بالكوره، اعمل حاجات كتير، انا ارقص. انا استفدت من الرمضانيه دي قوي. طيب انا عايزه اقول لك تقول لي مين شكرا ان هو وصلك لكده؟ هو كابتن محمد هو اللي وصلني كده، وشكرا قوي عشان هو جاء اول واحد وكان بيمرني وانا عمري شفت من حد كده بصراحه. حبيبي ميرسي جدا ومتشكره قوي ان انا كنت معاك، واتمنى اشوفك لاعب كبير يا رب. اسمك ايه؟ ادم محمد. ادم بتلعب مركز ايه؟ باك يمين. ادم مين اللي حبيبك في كرة القدم؟ بابايا ومامتي. ادم الدورة الرمضانية مع باقي الاكاديميات وتعرفت على اولاد كتير، هل ده خلاك تكسب مهارات اكتر؟ طيب انت مركزك مهم جدا، فانت بتحب يعني حابب ان انت تكون زي مين؟ محمد صلاح ورونالدو. اتمنى لك طبعا ان انا اشوفك زي محمد صلاح وزي ليوناردو، واتمنى ان انا اشوفك لاعب كبير يا حبيبي. ميرسي جدا. شكرا. كابتن محمد الثعلبي مدوخني وراه في الملاعب كلها. بجد بجد الاخ والصديق عنيد جدا. بيحاول ان هو اول كابتن بيعمل فريق نسائي في مستوى الاكاديميات كلها. عنده فريق نسائي كبير جدا، منهم شمس علاء صخر الدفاع، فاتن الدالي الحارس المرمى، وعد الدالي حارس مرمى، مريم بشوي بقى خط موجوده معانا طبعا هنتعرف عليها. مريم عايزاكي تحكي لي تجربتك مع كابتن محمد الثعلبي. انا ما اعرفش يا كابتن، هو شجعني ان انا العب كوره اصلا، هو اللي حببني فيها. مريم انا شايفاكي ان انت بتلعبي مع الولاد عادي كانك معاهم، مش الفريق النسائي بس. عادي، دي حاجه حلوه بتشجعني اكتر، كمان خليني حاجه حلوه كده بتخليك تكتسبي مهارات اكتر. اه. مريم فريقك النهارده فين؟ في النادي مركز شباب منتزه، هناك بيتمرنوا. طيب مريم هيكون لينا لقاء تاني معاكي ومع الفريق كامل، ممكن؟ ميرسي جدا يا مريم ومبسوطه ان انت معايا النهارده. حابين نتعرف على الجندي المجهول اللي معانا في كل المباريات واللي بياخدنا معاه في كل مكان، كابتن محمد الثعلبي. كابتن محمد ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن محمد حابه تحكي تجربتك الاول مع الفريق النسائي. والله الكرة النسائية يعني أول ما نفكر فيها، يعني في ناس قبل مني سبقوني طبعا عشان يبقى كل واحد واخد حقه، لكن أنا اهتميت بيها جدا وعجبتني التجربة، والحمد لله خدت التجربة وكونت فريق من يعني يعتبر من أشهر الفرق على مستوى اسكندرية. في شخصية جميلة جدا وحاجة كده. يلا يا أحمد هتقول لنا إيه النهاردة؟ اسمك إيه الأول؟ اسم أحمد. أحمد إيه؟ أحمد جابر. أحمد جابر. أحمد بتلعب مركز إيه؟ مركز خط وسط. الله، خط وسط، أنت عارف إن ده حاجة مهمة جدا؟ أنا بحب الخط وسط وبعرف ألعب فيه، بلعب حلو قوي فيه وبجهز قوة حلوة. والماتش الأول كسبناه 1-0 وكنا بنلعب حلو كلنا وكنا شغالين حلو كلنا. ما أنا كنت بتفرج عليك وشايفاك كنت بتلعب حلو قوي. ماشي كده، احنا كنا بنلعب حلو وكلنا كنا بنلعب حلو وجهزنا حلو وجبنا جون كنا بنلعب حلو ولعبنا حلو. طيب انت كنت بتلعب حلو، قولي بقى انت حابب تكون زي مين؟ محمد صلاح. طيب انت مين اللي بيدربك في مركز شباب المنتزه؟ كابتن يمين
وكابتن عماد، كابتن حسام. بس انا مبسوطه قوي ان انت كنت معايا، وعايزه اشوفك لاعب كبير قوي قوي قوي، وتخلي بالك من مامي، صح؟ عشان احنا بقى دلوقتي رجاله كبار، صح ولا مش صح؟ لعيبه، احنا لازم نبقى قد المسؤوليه. صح. ماشي. لازم نعمل ايه؟ كل ده. طب احنا ممكن تعرفني بقى بمامي؟ يلا ناديها تعرفني بيها. معانا والدة احمد، ست الجامعة، ست الاب والام في نفس الوقت، اللي بتجتهد عشان تربي اولادها، مش مقصرة حتى في الرياضة. اتمنى طبعا ان انتوا تتعرفوا عليها، وهنشوف نموذج بجد من الامهات المكافحة، والامهات امهاتنا اللي بجد، اللي احنا بنفتخر بيهم وبنتشرف بيهم. مامة احمد، حابين نتعرف عليك. اهلا وسهلا. انا مدام عبير. انت ما عندكيش الا احمد بس؟ معايا احمد وحنين. حنين كام سنه؟ لا، ثالثه اعدادي. ربنا معاها ان شاء الله. مامة احمد، ايه اللي خليكي تخليه يلعب كوره بالذات؟ والله هو حابب كره القدم، فكان والده الله يرحمه كان نفسه يدخله النادي، فانا حبيت برضو ان انا احقق ورد يعني موهبته اولا، وثانيا رغبه والده، فيعني حبيت ان انا اقومه بقى، فطبعا رشحوني النادي بتاعنا، وبسم الله ما شاء الله على الكباتن بتوعنا، يعني زي الفل. ان شاء الله تشوفيه من احسن الناس، وتشوفيه زي ما والده كان بيتمنى واكتر. وبجد بجد يعني انا عايزه اقول لك تجربتك بان انت تكوني الاب والام في نفس الوقت، دي تجربه مش هينه، انا عارفه كويس، لكن باذن الله انت قدها وقدود، والتقي بيكي وانت مامة النجم الكبير احمد. يا رب يا رب، ربنا يقوينا عليه ان شاء الله، ويبقى حاجه كويسه يشرفنا ويشرف بلده بقى باذن الله. هو نفسه يبقى زي محمد صلاح، ودي انا نفسي امنيته تتحقق ان شاء الله. ومستنيين بقى نتيجه الاعداديه ان شاء الله. لا، حاجه حلوه باذن الله، باذن الله في حاجه حلوه للاعداديه ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي جدا، ميرسي جدا.